برج الاسد بيفكر من جوه، يعني ما يبانش عليه خالص ان هو من الناس اللي ممكن تفكر ممكن تشغل بالها، بس هو بيفكر من جوه. يعني هو هتلاقيه مثلا قاعد معاك عامل كده بالظبط، انت فاكر ان هو معاك، لكن هو في الحقيقه دماغه بتبقى في كوكب تاني، بيبقى واخد باله من كل تفصيله بتحصل قدامه. يعني كل حاجه بتحصل لو انت فاكر ان هو مثلا سرحان مش واخد باله انت عملت ايه او اتصرفت ازاي، مش الاسد. الاسد بيبقى قاعد، هو كانه مش واخد باله بالظبط، عامل عبيط، لكن في الحقيقه كل تفصيله وكل موقف بيحصل حواليه هو واخد باله منه كويس قوي. حتى لو كانت دماغه مش معاك، ما هو عينه شايفه، هو ساكت وقاعد هادي، بس هو تمام، هو كل حاجه بتتخزن عنده في الذاكره. يسترجعها امتى؟ يسترجعها يوم ما تفكر تحور عليه، تفكر تيجي عليه، تفكر تغلطه، تفكر تكذبه، تفكر اي حاجه في الحياه، اي موقف يحتاج فيه يسترجع لك بقى كل تاريخك، هتلاقيه بيجيبهولك حتى لو انت ما كنتش تتخيل انه اساسا خد باله.